أبو تريكة بيكشف موقف مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد والتريزيجيه. كشف محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق عن تفاصيل مفاوضات النادي الأهلي مع الثنائي مصطفى محمد لاعب نادي نانت الفرنسي ومحمود تريزيجيه لاعب نادي ترابزون سبور التركي المعار لنادي الريان القطري. وأكد تريكة في تصريحاته أن الأهلي لم يتواصل بشكل رسمي مع أي من اللاعبين أو النادي التركي أو النادي الفرنسي، وإن كل الاتصالات تتم عبر وكلاء لاعبين فقط. وأوضح تريكا أن العقبة بالنسبة للأهلي مع مصطفى محمد هي الراتب المادي الذي سيتقاضاه اللاعب، والذي يعتبر مرتفعا جدا بالنسبة لإمكانيات النادي حاليا. بالإضافة إلى ذلك فإن اللاعب نفسه بيرغب في الاستمرار في الاحتراف في أوروبا. أما بالنسبة لمحمود تريزيجيه فأشار تريكا إلى أن اللاعب منفتح على فكرة العودة إلى الأهلي طبعا من جديد، ولكن هناك عقبة تتمثل أمام عودته، وهي تمسك نادي ترابزون التركي الذي يرغب أصلا في قطع إعارته من النادي الريان القطري، حيث يحتاج النادي التركي لخدمات اللاعب في الوقت الحالي. ورفض النادي الريان هذه الفكرة، والنادي الأهلي يفاوض حاليا ترابزون التركي طبعا للتعاقد مع تريزيجيه وعودته للنادي الأهلي. وطبعا اللاعب عايز يرجع في أسرع وقت لبيته للنادي الأهلي.